أهداف النصر حلوة بس صناعة رونالدو أحلى. متعود من كريستيانو الشيء هذا تعودنا يسجل بس ما تعودنا يصنع. لا يصنع ويسجل، يمكن يسجل اهداف اقوى من كذا، لكن كريستيانو اسطوره ما تقدر انت، ما في شيء غريب عليه. اي شيء يسويه في المباراه سواء يصنع ولا يجيب هدف ولا شيء لا تستغرب، لانه اسطوره، هذا اسطوره عالميه اصلا. يعني ما احنا قد نضحك على بعض نقول كريستيانو لاعب والله لاعب عادي، لا هو اسطوره اسطوره. احنا مشروعنا الرياضي الان اللي احنا فيه نجوم العالم كله قاعد تتفرج عليها، تتفرج على الدوري السعودي، بنزيما، رياض، طيب. اعتقد كلهم هذولهم، وكريستيانو اعتقد انه ما في شيء غريب على كريستيانو اي شيء. الارقام التاريخيه لرونالدو برجع لك ان انت فاقدينك انه من شهرين 954 هدف، باقي له 46 هدف. تتذكر بقولتك تقول اتحداه يوصل ال1000 هدف. والله شوف، ولا انت تسحب كلامك ولا لا؟ لا ما قلت اني اسحب 46 ترى ما هي بسيطه. شفت لو مشارك في اسيا 2 اي على الفرق هذه اعتقد انه كريستيانو ممكن يجيب نصها. بيحقق 1000 هدف؟ والله ليش لا؟ ما في شيء تستغرب على اسطوره زي كريستيانو، ما في شيء غريب. يعني سحبت، لكن لا انا اقول لك صعب. ايوه لكن ما في شيء على كريستيانو. اللي احنا قاعدين نشوف بال 40 سنه على اللياقه البدنيه، على التفكير، كريستيانو ترى لو يبغى انه يصل لل1000 ترى شارك وطلب المشاركه في اسيا 2. ممكن هذه فرصه. متى متوقع يوصلها؟ الموسم هذا ولا الموسم القادم؟ انا اتوقع انه الموسم القادم ممكن، لانه السنه هذه الدوري صراحه يعني ال1000 جايه. والله اذا ما اعتزل بتجي له 46. ما راح يعتزل، لا ما راح موقع مع النصر سنتين ثانيه. موقع سنتين. طيب بس ما تدري انت لو تجي اصابه لا قدر الله يروح. شوف يعني الاصابه، شوف الاصابه اللي جيت انطيح. ما جيت وانا لاعب تجي لنا الحين. تقارن نفسك في رونالدو، في جسمك في جسم رونالدو. كلنا نفس الطول ونفس كل شيء. لا الله يعطيه الصحة والعافية، بالعكس احنا تسحب كلامك بيوصل 1000 هدف؟ لا انا اقول لا حتى الآن أقول لك تتحدى ولا لا مستحيل. مستحيل يا أصل، مستحيل خالد. ولكن اللعيبة اللي جابوها مثلا النصر. أنا